السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ارجو تكونوا بخير وبصحة. النهاردة بعمل لكم طريقة جديدة للبطاطا. بما اننا في موسم البطاطا طبعا بعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة، والاطفال هيحبوها وهيحبوا ياكلوها بعد اليوم. هعملها لكم مش بالبشاميل ولا مشوية كده من غير حاجة، انا عاملاها يعتبر بكريمة نفس البشاميل بس اخف شوية، اللي هي كريمة اللي احنا بنعملها في الكنافة، في الجلاش، في اي حاجة. كريمة خفيفة وسهلة وبسيطة هنعملها اللي تدي وش حلو للبطاطا وطعم حلو. البطاطا بتاعتنا بطاطا بالمهلبية او بالكريمة دي. النهاردة هعملها لكم برضو بالكراميل ان شاء الله المرة الجاية، او هعمل لكم برضو البطاطا المشوية بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين حبايبي منظرها وشكلها؟ حاجة جميلة مسكرة وحاجة حالة كويسة جدا وحلويات احلى من البسبوسة والهريسة والحاجات اللي احنا بنشتريها. طبعا معاكم وتشوفوها. بس قبل ما تشوفوها بقى نبدأ معاكم نقول لكم المقادير وعملناها ازاي. نسمي الله يلا ونصلي على الرسول ونقول معاكم مقاديرنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم بسم الله الرحمن الرحيم. ودي البطاطا حوالي كيلو ونص من البطاطا، بعد ما نقعناه شويه لانه بيبقى فيه طينه. غسلناه نقعناه شويه بتاع ربع ساعه، وبعدين الطينه نزلت منه شطفناه بميه وغيرنا عليها مرتين لحد ما بقت بالشكل ده. هنبدا معاكم بالمقشره، نقشرها تقشيره بسيطه خالص، يعني بطريقه سهله. ممكن بالسكينه، وممكن اللي حابب بالسكينه ماشي، اللي حابب بالمقوره ماشي. كل سهل، يعني حاجه سهله، البطاطا مش صعبه ولا حاجه. معاكم حبايبي انا بشتريها بالشكل دوت، ما بيكونش فيها خرام، ما بتكونش متقطعه، بتكون سليمه وكبيره وسط، يعني مش كبيره قوي برضو. البطاطا الفتره دي جميله ومش غاليه، وتنفع نعملها معاكم بطرق مختلفه. هنعملها معاكم المشويه، هنعملها معاكم صينيه باللبن، بس هنعملها معاكم بالكراميل، هنعملها معاكم بكذا طريقه. عايزاكم بس ايه، ركزوا في الوصفه. ويا جماعه اللي ما عملناش، اللي هيعجبوا الفيديو يعمل لنا لايك وشير واشتراك في القناه واعجاب. اهو، ولا اي حاجه اسهل من السهوله كمان. نبدا معاكم واحده تانية عشان تشوفوها. عايزه بسرعه، عايزه كده، بس احنا بنخاف عشان ما حدش يتعور. كوب اقل، مجهود خالص، مفيش حاجه صعبه يا جماعه، كل حاجه بالتجربه هتبقى سهله. شايفين حبايبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم هنبدأ نقطعها طرنشات وسط كده، ولا تخينة ولا رفيعة، وسط خالص. عشان ايه؟ نبدأ معاكم نسلقها. اهو حبايبي، هنبدأ في حلة على النار، هننزل بالبطاطا، هنوريكم دلوقتي. عايزة تعمليها كده ممكن تعمليها كده لو طلعت تخينة معاكي بالشكل ده. عشان تستوي مع بعضها في نفس ايه، متكونش واحدة تخينة ولا واحدة ايه رقيقة. شايفين حبايبي عملتها ازاي؟ حبايبي بعد ما قطعناها شرايح بالشكل ده طرنشات، اللي لقيناها مثلا تخينه شويه ممكن اقسمها نصين بالشكل ده عشان تستوى سوا واحد. وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه فيها على النار. ولعنا عليها، هنبدا نحط نص كوبايه ميه، متكترش الميه طبعا لان البطاطا بيبقى فيها ميه، ونص كوبايه نفس المعيار. وهنبدا نوطي عليها النار.
نوطي على النار خالص ونسيبها لحد ما تستوي معانا. نبدأ نغطيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما سلقنا البطاطا وبقت بالمنظر ده، هي اتهرست لوحديها اصلا مع السليق ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. هنبدأ معاكم بسم الفانيليا، مكعبين من الزبدة، نص كوباية جوز هند، نص كوباية سكر تانية غير اللي احنا حطيناها مع سلق البطاطا، معانا معلقة لبن بودر كبيرة ومعلقة ونص نشا. هنبدأ برضو نقول لكم هنعمل ايه. دي للكريمة طبعا. هنبدأ الأول نقلب معانا هنا ايه مش هنحط، هنحاول نحط برضو في الكريمة سكر. هنبدأ ايه نحط السكر مع الكريمة والجوز الهند مع البطاطا ومع الزبدة وهي سخنة، البطاطا وهي سخنة. نبدأ عايزين تحطوها مع الكريمة ماشي، بس احنا هنضطر نحط جزء. هنبدأ معاكم نعمل ايه. نحط كيس الفانيليا، برضه هنحط جزء هنا وجزء معاكم مع الكريمة اللي احنا هنعملها. تمام. هنبدأ معاكم نحط السكر وحطينا هنا النشا واللبن البودر معاكم اهو. مش هننزل باللبن كله، احنا معانا كيلو لبن، هنحاول نشوف احنا هننزل بقد ايه لبن عشان هنحتاج لبن برضو مع البطاطا. ناخد القشطه بتاعته. بسم الله. هنقسم ده طبعا للكريمه. هنبدا نحطه في كزرونه على النار، يبدا معانا يبقى كريمه بالقشطه طبعا، عشان هنحطها على وش البطاطا. صينيه الصينيه عندنا مدهونه بالزبده بالمنظر ده. معاكم نبدأ معاكم ننزل على النار. هننزل الأول بالبطاطا برضو، ننزل عليها بلبن، جزء من اللبن نقلبه مع الزبدة سخنة، هتسيح الزبدة معايا. بالمنظر ده، ولا محتاجة هني بلندر ولا هرسة ولا أي حاجة. هي أنا سبتها لما استوت خالص معانا وبقت ايه بالقوام ده. نزود شويه لبن صغيرين. هي بتشرب معانا اللبن ازاي، تبقى كريمي خالص. هنبدا ننزلها في الصينيه بتاعتنا على ما نعمل ايه الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرد في الصينيه البطاطا بتاعتنا. بصوا، ولا لزقت في الحله ولا حاجه، انا حاطه ميه بسيطه خالص تتسلق فيها. ودي الحله اللي انا سلقت ومنزلاها بنفس القوام ونفس الشكل اللي انا سلقتها بيه. بصوا يا جماعه، وريحتها بقى مش عايزه اقول على الريحه الخطيره. انتوا جربوها بنفسكم وهتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها. بسم الله. طبعا في ناس بتعملها بطريقه مختلفه، انا اعمل لكم برضو بالكراميل والكريم كراميل، واعملها لكم بالكراميل بس، واعملها لكم مشويه بطريقه مكرمله برضو، وهوريكم كل طرق البطاطا. فرصه والبطاطا موجوده معانا قبل ما تروح مننا. نبدا نجرب معاكم وصفاتها كلها. بصراحه يعني في ناس بتعمل بطاطا بالمانجا، بس طبعا دي بتبقى دي حاله بارد، هتبقى طبعا هتتسقع في التلاجة. بس عايزاكم يا جماعه تجربوها، بصراحه تحفه، حاجه كده جميله جميله جميله. هنبدا معاكم نعمل الكريم، النشا والسكر وبعض الفانيليا اللي هو بعض الكيس.
هنبدأ نحط الزبدة اللي هي باقية معانا. هنبدأ نقلب لحد ما تتماسك معانا وتبقى مهلبية. هي دي الكريمة اللي هتبقى على وش الصينية اللي هتدخل، مش هندخلها فرن، احنا يا دوبك هنشغل عليها الشواية تاخد الوش المكرمل ده اللي انتوا عارفينه، بيخليها بصراحة حاجة جنان، حاجة تحفة وطعم وريحة وحاجة ما حصلتش. بس كده عند النار المهلبية بعد ما تماسكت معانا بالمنظر ده وعليها قطعة الزبدة اللي احنا حطيناها بقت اللون ده والشكل ده، هنبدأ ننزل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من النص كده نبدأ ننزل. ريحتها جميلة والقشطة باينة فيها جدا، بسم الله ما شاء الله. الطبقة ديت هنبدأ معاكم نرشرش بعض السكر، مش كتير طبعا عشان هي مسكرة اصلا، حاطين عليها سكر كتير ده عشان يديها الطبقة المكرملة اللي على الوش. وممكن دي معاكم وهي في الشوايه ما شاء الله خدت وش جميل. هنبدأ نطلعها معاكم حاجه كده جميله فوق الوصف. هتبرد بس وهقطعها لكم ونشوف هتبقى شكلها ايه. ده حبايبي شكلها وهي متقطع بعد ما بردت شويه، شوفوا شكلها بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله وحلويات سهله ولذيذه وهتحبوها جدا. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.